معانا جاهز يا شريف؟ معانا حاجه؟ معانا على الشاشه اهو زي ما انتم شايفين. هو شريف خالي دايما جاهز، هي دي الميزه يعني. المسابقات تغرم السويس 10,000 جنيه والزرقاء 3000 جنيه. وزي ما انتم شايفين المفروض ان اللقاء بدون جمهور، ولكن في الحتت اللي زي يعني في الريف او كده بيبقى في بعض عناصر الجمهور، حد من مجلس الاداره بيبقى جايب عدد، ولكن يعني زي ما انتم شايفين دايما بتخلص ازاي. مش عايز يعني شايفين تكسير، تحطيمات، قصص، خلافات. عايز اقول لكم ان الموسم ده بالمنظر ده عدى يعني الحمد لله برضا ربنا علينا، يعني ما نقدرش نقول غير كده وبالدعاء. الموسم ده الحقيقه عدى، يعني انا الحقيقه مش عارف عدى ازاي في غياب، في غياب، مش عايز اقول في غياب تام زي ما الناس بتقول وعدم وجود الامن، لا الحقيقه يعني الامن كله تعب جدا السنه دي في الموسم على قد ما يقدروا. الناس حاولت، ولكن برضو في النهايه كان في بعض الخروج عن النص، بعض التجاوزات. ولكن انا السؤال اللي بساله لنفسي، والله مش بنتقد الناس اللي قدامي على الشاشه، ولا بقول ليه التصرفات، ولا ليه المواقف دي، ولا ليه التكسير، ولا عايز اقول لكم ان احنا من اقل من 5 شهور كنا قاعدين هنا بندعي كلنا كرياضيين، ككل الناس كمسؤولين، ان احنا ازاي نرجع النشاط الرياضي، ازاي نحط حلول ان احنا نرجع النشاط، ازاي النشاط يرجع. وفي النهايه برضو خلاف، انت ممكن تكسب، ممكن تخسر، ممكن تصعد وممكن تهبط، كل ده كويس، بس انا نفسي الناس دي تفكر في حاجه تانية خالص، تفكر في مصلحه بلد اهم بكتير جدا من مصلحه نادي صغير او كبير، قسم تاني تالت دوري ممتاز. اعتقد ان ده الاهم ان الموسم يشتغل، ان الكوره ترجع، ان الرياضه ترجع. كل الناس النهارده ممكن بتتجاوز وبص على فرقه بتشجعها او النادي بتشجعه، هو ده الموضوع يا جماعه، والله ما هو ده الموضوع ان انت بتحارب قضيه، بتحارب سياسه، بتحارب وضع النهارده ان الرياضه تفضل موجوده، ان الامن يامن، ان الناس يبقى عندها ثقافه، ان النهارده ما يحصلش حاجات زي كده او يحصل تكسير. 3 بونت رايحين 3 بونت جايين، فرقه فوق فرقه تحت، ولكن في النهايه الامور مستاهله كده، مستاهله التكسير ده ومستاهله الضرب ده، في الاخر رياضه وفي الاخر ماتشات، وفي الاخر الامن منهك معانا يمين وشمال. هيعمل ايه الامن؟ هيعمل ايه؟ مهما بعت لك هيبعت لك ايه في ماتش عشان يامن؟ هيبعت لك ايه؟ زي ما احنا شايفين كام واحد وكام واحد بيامن، وفي النهايه قنابل مسيله للدموع، وفي النهايه قوات خاصه، وفي النهايه نزل قوات تانية عشان نتفرج على ماتش كوره، عشان فريق يلعب، عشان هي دي الرياضه اللي بتجمع الشعوب، عشان هي دي الرياضه اللي احنا بنحبها وبنعشقها وبنروح. المفروض ان احنا نبقى امنين سالمين، كل واحد اخد ابنه. لكن النهارده الوضع بقى صعب، اصبح النهارده وضع صعب، اصبح يعني صراع، كل النهارده فرقه بتتكلم وكل النهارده مسؤول بيتكلم فرقته هتهبط.